نفعتكم في البرزخ. فأجاب الحمزة عليه السلام: حب علي بن أبي طالب عليه السلام وحسن الخلق والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وورد في حديث أيضا أنه قال: روحي له الفدا من صلى علي مرة ومد بها صوته تتساقط منه الذنوب كما تتساقط الأوراق من الشجر. وورد أيضا أنه قال: روحي فداه من صلى علي مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة. في يوم من الأيام وكان عمري 11 سنة، كنت أتذكر المكان الذي كنت واقفا فيه، حيث كان صوتي جميل ولا أستطيع أين أذهب. الله يحفظك يا حبيبي. فقلت في نفسي: لماذا لا أقرأ سورة الفاتحة؟ ولكن ليست لدي كل وسيلة أن أتعلم بها القرآن الكريم. فقرأت سورة الفاتحة المباركة في المدرسة في الصف السادس الابتدائي، عندما كان معلمي رحمه الله قال: من يقرأ لنا السورة؟ فتفاجأ المعلم بأنني رافع يدي، فقال: ليس كعادتك أن ترفع يدك وتقرأ، هل لديك صوت جميل يا عمار؟ قلت له: دعني أجرب علي أفلح في قراءتي. فقرأت له سورة الفاتحة، وكان صفي قريبا من غرفة المدير والمعلم، فجاءوا إلى الصف: من هذا الذي يقرأ؟ قال لهم: إنه عمار، ولكن يحتاج له إلى أحكام وأنغام، إنه صوت جميل بدون أي قاعدة. هنا قرأ لي المعلم وكان يقرأ هذه الآية المباركة التي تلاها على مسمعنا ومسامعكم الكريمة: الأخ العزيز: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم هذه النعمة الكبيرة التي أنتم بها لا تثمن بثمن. في ذلك الوقت لم يكن لدينا أي أستاذ وأي مدرسة وأي معهد وأي شيء، صراحة ما كان أكو هيك شيء. أحدث الأماكن وأطيب الأكل وأجمل الأساتذة، ماذا تريدون من الله أكثر؟ نقول الحمد لله والشكر لله، ما علينا إلا أن نغير ما بأنفسنا، أن نصبح كلنا مشاريع للقرآن الكريم، كل واحد بينا يصير قناة متنقلة لخدمة القرآن الكريم. وأعتذر من الإطالة، بس أنا عندي حكايتين بعد بخصوص هذا المجال. وش تطلبون من عندي أنا بخدمتكم؟ أنا اليوم جاي خاص، يوم شهادة الإمام الجواد، جاي لخدمتكم. شو تأمرون أنا حاضر، حتى لو تخلوني هيك وتدوسون علي هم من عم الله عليكم. خادم لخدمة القرآن الكريم وخدمة حسين. صنف الله، أنت على راسي حبيبي الغالي، صنف الله الخلق إلى
صنفين في سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم حافظيها. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وكأنه الله سبحانه وتعالى يريد يقول، شو يقول؟ يعني بتعبيرنا شلون أنا بجاسم الساعة نقول باه باه، نقول أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هم الذين يتمتعون بالجنان، الجنة إلهم، الخيرات إلهم، مو كل شيء إلهم. فالقرآن يعبر يقول أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إنه بيعبر عن قسم ثاني. شو يقول؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني هذول إيش عندهم؟ هم عليهم ضيم، هم عليهم شلع قلب، هم النار متانيتهم. زين ولا؟ إذا نحسانين قولوا لي. على العموم عبر الصنف الثاني ايش قال؟ قال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني ذول هم عليهم جهنم وعليهم كذا. هي بعد لو أصحاب ميمنة لو أصحاب مشأمة، أكو صنف ثالث أتم لو ذول لو ذول. تمام لو ما تمام؟ القرآن عبر بصنف ثالث. ايش قال؟ قال والسابقون السابقون أولئك طبعا شكو جويدة يذكرها رب العالمين بالقرآن، شكو زينة، شكو شيء مرتب رب العالمين يذكره بالقرآن. مثلا المصداق الأول له هم محمد وآل محمد. وتجي المصاديق البقية، بس القرآن عبر بهذا الصنف، قال الصنف الثالث السابقون السابقون أولئك يعني ذولي أصلا حسن حتى من أصحاب الميمنة، مو السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وبعد يعبر عنها القرآن هواي آيات ما تستحضرني في سورة الواقعة، بس هو لما ذكر السابقون السابقون انطاهم فد هواي ميزات، هواي ميزات في جنات النعيم وكذا وكذا، عبر عنهم القرآن الكريم. ما المقصود في زماننا من السابقون السابقون أو من السابقين السابقين؟ من المقصود؟ أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. السابقون السابقون، العلماء يقولون يجب أن نعيش هذه الدنيا كسباق، كحلبة سباق. شلون يعني؟ يعني شكو شيء زين في هذه الحياة الدنيا نتسابق عليه، واستبقوا الخيرات. يعني اليوم رب العالمين يباوع على هاي الحلقة، يباوع على هاي الحلقة، يباوع على الأساتذة، ويباوع على من؟ على المتدربين، ويباوع على كل واحد موجود. رب العالمين يشوف يا هو أكثر واحد محترق قلبه على الموضوع، يا هو أكثر واحد عايش حالة السباق لفعل الخير، يريد يحصل الثواب أكثر، ويريد يحصل المعرفة أكثر، ويريد يحصل أجر أكثر. هذا من السابقون السابقون إن شاء الله. وكلكم عايفين أهلكم وعايفين شغلكم وعملكم، وأهلكم الآن جاي يتانون يوم يوم، يحسبون يا شباب، حسبون يوم يوم، مش وقت ترجعون إلهم وأنتم محملين بهذه التربية القرآنية. طولت عليكم، أنا هواي طولت عليكم، آسف، ولكن حتى تصير عندنا حافز يا شباب إنه اليوم إحنا من جايين هنا لازم نعيش حالة السباق لفعل الخيرات. ونسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله، ويوفق الأساتذة إخوتي الكرام، وإن شاء الله أنتم بعد هم خدام القرآن، هم خدام الحسين. زين. وأنا وعدت الأساتذة إن شاء الله تعالى، وعدت السيد حسنين الحلو أنه في نهاية هذا المجال، في نهاية هذه الدورة، يطلعون 10 إن شاء الله تعالى من الفائزين، نصعدهم بالمنابر بإذن الله تبارك وتعالى
وين ما كان يردون نصعدهم في داود العاشور وجامع ذو الفقار، في هيئة عاشوراء، نصعدهم في مجالسنا إن شاء الله تعالى الفائزين الأوائل إكراما وتقديرا لجهودهم المبذولة في هذا المجال إن شاء الله تبارك وتعالى. شك واحد عنده إمكانية صوتية يريد يسجل قصيدة للإمام الحسين عليه السلام يسجلها، وعلى حسابنا الخاص أسجلها إلى إن شاء الله تعالى ونعرضها إلى بالتلفزيون وبالفضائيات إن شاء الله. نسجل له لطمية ونسجل له تلاوة، مو بس لطمية. سجل له لطمية ونسجل له تلاوة، والأساتذة وياي موجودين بقناة كربلاء، أنا أجيب لهم الصوت يسجلون صوت بأرقى الاستوديوهات، هم ما عليهم بس يحطون كاميراتهم يصورونكم ونعرضها لكم بالفضائيات، وأنا أكون في خدمتكم إن شاء الله. هذا أقل شيء أقدر أقدمه لخدمة القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. فدوى أروح لك يا حبيبي الغالي. هسه شو تطلبون من عندي؟ خدمتكم أنا. أكو واحد عنده سؤال هسه قبل القراءة، أكو واحد عنده سؤال بباله يريد يسأل ملا عمار يكون بخدمته، يرفع يده وأجاوب إن شاء الله بخدمته. أكو واحد عنده سؤال؟ تفضل ملا حبيبي. صارت لك معجزة بمسيرتك الحسينية؟ يعني هذا الموضوع إذا أريد نسولف به يطول بنا المقام كثير، ولكن بحد ذاتها أقول لك أننا عندما نقرأ على الحسين فهي بحد ذاتها هي معجزة. عندما نقرأ على الحسين هي بحد ذاتها معجزة، لأنه أنت من دون كثير من الناس تكون خادم للحسين، أنت من دون آلاف من الناس من الشباب تكون لطام، من دون مئات الآلاف من الشباب توزع ماي بالعزاء. هذا بحد ذاته هو معجزة. زي لولا لا نتحدث بهذه التفاصيل لأن يطول بنا المقام، ولكن نقول أنه خدمتنا للحسين هو بحد ذاته معجزة إن شاء الله. تفضل حبيب سؤال. تفضل قوم تفضل. قراءة القرآن ورد الحسين. نعم. بصراحة خلنا أتحدث شوية بدقيقتين عن هذا الموضوع. لعله الصورة ضبابية بعض الأحيان، أنه عمار مرة قارئ قرآن، مرة رادود، مرة كان يقرأ وصار رادود، لو رادود وصار يقرأ، لو مدري شنو شلون كذا زي لولا. فبالحقيقة أنا بالسادس ابتدائي قرأت قرآن، فترة السادس ابتدائي، فقرأت قرآن السادس ابتدائي للأول متوسط، سنتين بدأت أقرأ القرآن، بس هيك أقرأ لوحدي، لا أحد يعلمني ولا أحد كذا، فما كانت أكو حوافز تشجعني على الاستمرارية في قراءة القرآن. فمن بالسنة حسن أقرأ، طلعوني بالاصطفاف أقرأ لي قرآن مرة، بيوم الشهيد يطلعون نقرأ قرآن، فما كان أكو رسميا ملتزم القرآن رسميا، يعني أنا رسميا داخل بدورة قرآنية أو بحث قرآني، مو رسميا. سنتين قضيتها هيك، يعني مرة بالاصطفاف، مرة ببيتنا، مرة ليلة الجمعة، مرة كذا. ف 11 سنة أنا التزمت الردة الحسينية، 11 سنة التزمت الردة الحسينية. أول قصيدة قرأتها لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين هي قصيدة المرحوم ياسين الرميثي، يا حسين وضمايرنا، يا حسين وضمايرنا صحنا بيك آمنا، وكانت تطلع على قناة إذاعة طهران الإيرانية. قبل احنا ما عندنا كاسيتات ولاكو مثل هسه ما شاء الله، بس تدوس دقمة تطلع لك لطمية، تدوس كذا، أسبق ماكو قبل نهائيا، ماكو جزء ما ملحقين انتم، نصكم ما ملحق على الموضوع هذا. ف 11 سنة بديت أرد الردة الحسينية، صرت رسمي رادود، رسميا رادود، أقرأ بالمجالس يعني بالمناطق الريفية، ما أقرأ بالولاية لأن كان وضع صعب زمن هذا الملعون الهدام، ما حد يقدر يقرأ، تعزيات ممنوعة، فبالأقضية والنواحي بعيد الناس اللي بالريف وكذا أقرأ يمهم. بس رسميا 11 سنة أنا أقرأ علما، أقرأ السيد الشهداء الحسين. بديت رادود 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 رادود، صعديت، صار 10 سنوات أقرأ بالخدمة. قبل 7 سنوات 8 سنوات أو 9 سنوات دخلت بالمجال القرآني، رجعت
رجعت بالمجال القرآني، وكان لي الشرف أن أوفق في خدمة القرآن الكريم، وفتحت معهد في محافظة ميسان لتعليم القرآن الكريم. ولكن الجميل الرائع في الموضوع أنه كانت قراءتي للحسين في كفة، وعندما تعلمت القرآن الكريم أصبحت قراءتي في كفة أخرى. يعني شلون؟ يعني كانت قراءتي للحسين بدون قوانين وبدون ضوابط، لا أعرف مقام ولا أعرف طريقة ولا أعرف لحن ولا أعرف تصوير، بس من قراءة قرآن كريم وتعلمت القرآن الكريم، ولا زلت متعلما للقرآن الكريم، ولا زلت أدرس للقرآن الكريم. يعني فادني بالقضية الحسينية كلش هواي، من ناحية اختيار المقام واللحن والطور والروحية والإحساس. نعم طولت أنا ترى هواي. بعد يا هل عندي سؤال بس مو صعب شوي سهل. نعم تفضل حبيبي. نعم يعني قلت أي قارئ من البداية قصدك؟ هاي سامحها من أساتذتك، أنا أدري بيك زين لا. إيه نعم، أول قارئ سمعت له هو المرحوم الشحات رحمة الله عليه، ومن ثم عشقت الليثي، ومن ثم سمعت للطنطاوي، ورجعت فترة لأؤصل جذوري فسمعت لمصطفى إسماعيل زين، ومحمد رفعت وغيره من القراء، ولكن باعتبار كل واحد صوته قريب على قارئ من القراء زين ولا، فكنا نميل إلى المرحوم الشحات رحمة الله على روحه، والقارئ محمد الليثي، والشيخ راغب مصطفى غلوش رحمة الله على روح الطاهر أبو العينين الشعيشة. فكانت البداية هي للشحات والليثي. تفضل. كيف طورت نفسك في التلاوة؟ هو بداية حديثنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كانت المشكلة وين شباب؟ خلنا أقول لكم فجزء من حياتي الصعبة اللي كنت عايشها. لما درست قرآن كريم، يعني أنتم الآن الحمد لله والشكر، يعني أكو من يعيلك ينطيك فلوس، أبوك أو أمك أو كذا، تمام ولا مو تمام؟ أنا عشت يتيم الأب، ما عندي أب، 5 سنوات وتوفي والدي، الله يرحم أمواتكم. فصرت أنا المعيل للعائلة، أنا اللي أشتغل، أنا اللي أتعب على العائلة مالتي، وما عندي أخو، بس أنا أشتغل. كنت أتعلم مهنة الصمون، الخبز، فكنت خباز أخبز، واضحة الصورة؟ وكل الشغل اشتغلته بحياتي، لأن الشغل مو عيب، اللي ما يشتغل مو رجال. فأنا أفتخر أنه بعت مخضر بالسوق، بعت طماطة، بعت رقي، اشتغلت بالعمالة، اشتغلت حمال، اشتغلت ما خليت شغلة بالحياة ما اشتغلتها في سبيل أوفر مصدر المعيشة لعائلتي. فكنت شوف شباب، المعهد القرآني اللي قبل 8-9 سنوات فتحناه، كان يدرسون بي أساتذة الله يذكره بالخير، حيدر الخزاعي، أستاذ علي عبد الله، أبو ناصر، عبد الأمير حليحل إذا سامعين بيهم، وغيرهم من الأساتذة. شوف بالليل الساعة بالوحدة بالليل لل7 الصبح أنا أشتغل خباز، بالليل أشتغل خباز، من الساعة بالوحدة بالليل لحد 7 الصبح أنا أشتغل خباز. 7 الصبح أبدل ملابسي أروح الكلية، أداوم الساعة 8 لحد الساعة 2 الظهر. زين أنت الليل كله ما نايمة، مو تشتغل تعب حارة بحلق الفرن، وتروح النوم للجامعة للكلية. أخذت الساعة 2، الساعة 2:30 الدرس مال القرآن الكريم، ما أعوف لو تنقلب الدنيا، لو مو تعبان، لو مو الليل كله ما نايم، لو مو عد دراسة،
لازم أحضر الدرس القرآن وأتعلم. 4 سنوات 3 سنوات على هذا المنوال، أشتغل بالليل وبالنهار بالجامعة، وعدة 3 ساعات أجي أنام بس ساعتين من المغرب تقريبا، هم خطار وما أدري شنو كذا، أنام 3 ساعات أو 4 باليوم، الساعة 9 لحد الساعة 12 ليل وحدة. زين، فما يصير واحد يتعلم ويوصل إلى مرحلة ونتيجة إذا مو شنو حبيبي، إذا مو تعب، إذا مو جهد، إذا مو إصرار حتى توصل لهاي النتيجة. فهيك تعلمت يا حبيبي القرآن الكريم، هيك ظروف صعبة. هسه أنتم ما شاء الله تبريد وقعدة وكباب، من هذا الكباب الزين ساعة عشينا زين، ويا طرش مرتب مدبس حبيبي، والترتيب والأساتذة والراحة والمصرف والكذا، وأهلك يتابعونك. ليش ما أتعلم غير أصير أول واحد بالدنيا؟ والله أول واحد أصير بالعراق بالدورة، إذا كل شيء متوفر رب العالمين يحاسبك أبوي يا عم بات العقبة. يعني هذا الشيء ما كان موجود عندنا، لا عندنا واحد يتلع علينا، لا عندنا واحد يدرسنا، حصر علينا المعلومة. فإن شاء الله بيكم البركة حتى تصيرون بعد أكثر وأكثر وأكثر إبداع بإذن الله تبارك وتعالى. نعم حبيبي تفضل. تحصيل الدراسي أنا بكالوريوس لغة عربية، بكالوريوس لغة عربية حاليا. قبل 3 سنوات معلم أدرس في الابتدائية، في مدرسة الابتدائية، وهذه للسنة الثالثة أو الرابعة أنا مجاز رسميا من الدولة بدون راتب ولا فلس آخذ عليها، سنة بدون راتب، كل سنة آخذ سنة بدون راتب وأجددها سنة بدون راتب وأجددها سنة بدون راتب. نعم تفضل حبيبي. حبيبي سؤال جدا جميل، شلون جاب بالك انه تصير رادود وقرآني؟ يراد خلي اشرب مي، تسمح لي اشرب مي؟ عادي يقول عادي. صل على محمد وآل محمد. شوف حمودي، التخصص جميل، واحد لو يصير فيتر مو، لو يصير صباغ مال سيارات، لو يصير بنشرتشي، لو يصير مال كل يجمعهن ما تمام. تمام لو تمام، انت فيتر وانت تسوي تايرات وانت تصبغ، اختص لك بقضيه معينه. بس مرات انت عندك مؤهلات تكون تجمع بين العلمين، بين الرده والقرآن. انا ما كان مو بايدي انا حتى اجمع بيناتهم، هي رب العالمين يسر لي اياها ورتب لي اياها الله سبحانه وتعالى. بديت رده حسينيه ودخلت في مجال القرآن الكريم، فشفت نفسي والأساتذة ساعدوني، شفت نفسي يعني ما أقول لك مجيد لهذا العلم 100%، بس شفت نفسي أقدر أنه أواكب حركة القرآنية وأتعلم القرآن، فصارت هاي القضية هيك بدون دراسة. يا حبيبي أحسن. نعم حبيبي، اي خادمكم، انا خادمكم، انا اليوم قلت لكم في خدمتكم. انتم اذا ما ضايجين وما تعبانين زين لو لا انا بخدمتكم، ايش تردون من عندي انا حاضر. يا ابا عبد الله الحسين، اليوم هي ذكرى وفاة الامام الجواد، شهادة الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ابن الرضا. ذلك اللي عنده حاجة يم علي بن موسى الرضا عليه السلام يوصون أنه يقولون للإمام الرضا نقسم عليك بابنك الجواد، جواد آل محمد، شاب وقضى سما وقتلا وبقي 3 على السطح. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قد مات عطشانا كجده الحسين. مولاي يا جواد الآل، عندما نخاطب مولاي ونقول له الكبدك ضام مسموم
بيك الحر ما خلى رسوم، سطح الدار تلوج لوحدك، وعلى حسينك تبكي دموع. يا الكبدك ضامي ومسموم، بيك الحر ما خلى رسوم، سطح الدار تلوج لوحدك، وعلى حسينك تبكي دموع. يا شاب مثل الزهرة